السلام عليكم. بما ان سعر الطحينة الخام وصل 200 جنيه، يلا مع بعض بمكونين اتنين بس وبطريقة سهلة جدا في الخلاط هنعمل طحينة بيتي خام. طعمها حلو جدا، مش هتفرقوه عن طعم اللي بنشتريها من بره. كمان رمضان داخل على الابواب، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم على الجميع. وما نقدرش طبعا نستغنى عن طبق الفول ابو طحينة في السحور. لايك ومتابعة لو أول مرة تدخلوا على القناة، ونسمي الله ونصلي على رسول الله. وننزل بالمكونات بتاعتنا وبالطريقة. أول حاجة هنا المكونات الأساسية بتاعة الطحينة، هما الزيت والسمسم. أي مكونات تانية هتلاقوها في الفيديو دي حاجات بس اختيارية، ممكن تستغنوا عنهم تماما. هقول لكم بقى هنا على المقادير اللي أنا هقولها دلوقتي نفس المقادير اللي أنا مستعملها في الفيديو. لو حابين تعملوا نص الكمية اعملوا نص الكمية. هنا عندي كوبايتين من السمسم، نص كوباية من الدقيق الأبيض، نص كوباية من الفول السوداني الغير مملح، وكوباية ونص من الزيت، والنوع الزيت يكون كويس عشان بيفرق في الريحة وفي طعم الطحينة. باخد بقى كده المواد الجافة وأقلبها لمدة دقيقتين كده على نار هادية علشان أخرج منها الرطوبة. ونعرفها ازاي؟ باخد شوية كده في قبضة ايدي، لو قدرت استحمل حرارتهم بيبقى كده هما تمام. اخد بقى حبة بحبة كده واطحن في المطحنة بتاعة الخلاط، واطحن شوية واوقف الخلاط شوية علشان طبعا الفول السوداني والسمسم بيخرج مع الضرب الزيوت اللي فيهم، فبيتقل الضرب في الخلاط، فممكن الخلاط بتاعنا يتحرق. خدوا بالكم من النقطة دي كويس. بخلص بقى كل الكمية عندي. طبعا في إضافة كده لو حابين، أنا طبعا ما لقيتش سمسم أبيض، لو حابين الطحينة تبقى فاتحة شوية، طبعا هتشوفوا اللون في الفيديو. لو حابين الطحينة تبقى فاتحة شوية، كوبايتين السمسم، تبقى كوباية من السمسم النوع اللي أنا مستعملاه في الفيديو اللي هو السمسم المحمص شوية ده، وكوباية من السمسم الأبيض، بس أنا طبعا ما لقيتوش. بصوا بقى الفكرة دي، إن أنا باخد شوية من البودر بتاع الطحينة الخام ده قبل ما بضيف له الزيت، وبخليه بقى كده في برطمان معقم على رف التلاجة. بقفله كويس، ووقت ما بحتاج طحينة باخدها كده واضربها مع الزيت في الخلاط، بتبقى جاهزة معايا في أقل من دقيقتين، بتبقى جاهزة لو ما عنديش وقت ولا حاجة. باخد بقى الزيت واحطه في الخلاط واضرب كده في الخلاط لحد ما لونه يفتح، وبخلي حبة كده حوالي نص كوباية، وبنزل بقى بخليط الطحينة البودر معلقة معلقة لحد ما اخلص كل الكمية عندي، وانزل بباقي الزيت شوية بشوية سرسوب كده بالراحة. وبحط بقى سنة صغيرة جدا من الملح علشان تربط لي كل المكونات مع بعض، وكمان تحافظ لي على مدة صلاحية الطحينة. الخلاط طبعا ضروري جدا يبقى ناشف جدا من المية، لأن المية بتفسد الطحينة. والبرطمانات كمان متعقمة ومتنشفة كويس. سعة البرطمان ده 350 جرام، يعني البرطمانين 700 جرام. كوبايتين السمسم عملولي 700 جرام من الطحينة الخام. يلا بقى نعمل مع بعض تجربة كده. ناخد شوية كده من الطحينة الخام وانزل عليهم كده، اعصر عليهم نص ليمونة وفص توم مهروس ناعم جدا، والبهارات ملح وفلفل، ملح وكمون وكزبرة ناشفة طبعا مطحونين ناعم، والشطة دي اختياري. بقلبهم كده لحد ما يتكونوا معايا عجينة، وبعدين انزل بمية فترة من الحنفية شوية بشوية لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، سواء خفيف او تقيل. والتجربة قدامكم خير دليل. طبعا فتحت جدا معايا زي اللي بنشتريها جاهزة بالظبط، يعني ما فرقش اضافة السمسم الابيض معايا في حاجة. هنا بقى إضافة الدقيق بتخلي قوام الطحينة تقيل، وإضافة الفول السوداني بتعزز لي من نكهة الطحينة. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.